عليكم حبايبنا المحترمين. استكمالا لتجهيزات رمضان والحاجات اللي هي بتلزمنا قوي في رمضان. هنعمل لكم الصلصة الجميلة التحفة اللي هي يعني أحلى من البطرمانات وأحلى من أغلى بطرمانات موجودة في الدنيا. هعملها لكم بطريقة جميلة قوي. مش هتخطر على بالكم وهتشوف الحمار بيجي ازاي يعني. دي صلصة طماطم. اللون بتاعها شايفين احمر ازاي؟ شايفين الجمال بتاعها؟ حمرا حمرا يعني. هتسألوني عن سر الحمار دوت، هقول لكم حاجة بسيطة قوي قوي قوي. دي طماطم انا عصرتها بعد ما حطيتها اتسلقت وحطيت معاها بنجرايه عشان ناخد اللون الجميل ده. ماشي. بعد ما اتسلقت سيبناها بردت وضربناها في الخلاط وعصرناها، طلعنا التفل منها بعد العصير عشان نوصل الصلصة الجميلة اللي هي أجمل من بتاع المحلات. دول شوية مية من بتوع الطماطم اللي احنا سلقناها فيها باللون الأحمر دوت. أنا شلتهم علشان يبقى نفس التست بتاع الطماطم، ما عملش أي إضافات تانية. دول هنديهم معلقتين نشا أو 3 معالق نشا حسب الكميه اللي احنا عايزينها او حسب ربط الطماطم اللي احنا هنربط دي. ماشي. عشان هنحطهم على الطماطم وهي بتغلي. انا عندي كميه تانية طماطم عاديه جدا، طماطم معصوره وسايبينها بتغلي على النار. هنحط عليها دوت، بس انا حبيت اوريه لكم علشان طماطم مضروبه عاديه وهي نيه ومتصفيه من البذر والحاجه بتاعتها، محطوطه على النار بتغلي. آه نروح نشوفها ونحط عليها الطماطم بتاعتنا والمكونات بتاعتنا عشان نشوف هنعمل اضافات تاني ايه عليها عشان نطلع الصلصه الجميله بتاعت احلى شركات وكمان احلى من احلى الشركات. جينا للبوتاجاز حيث الصلصه اللي هي بتغلي اللي هي من غير بنجر، سايبينها بتغلي. انا سايبها تغلي عشان تتأثر على النار وتخف البخار اللي فيها، يطلع شوية مية من اللي فيها، كثافتها تقل تزيد وتبقى سميكة يعني. هننزل عليها بالصلصة اللي احنا عاملينها دي وواخدة لون البنجر. هننزل كده عليها ونسيبها عشان تغلي وناخد اجمل صلصة في الدنيا. هنعمل كمية صلصة يا جماعة ما حصلتش، كمية صلصة ما حصلتش. وهنسيبها تغلي على النار. هنجيب لها بس الاضافات بتاعتها. انا بحط لها دايما معلقتين سكر وبحط لها معلقة ملح ليمون، دي كمادة حافظة وبتدي برضو طعم ومزازة للطماطم. عشان كده بقول لكم احنا خلطتنا مختلفة، السر عندنا جميلة يعجبكم يعني. نواصل نجهز بقية الحاجات عشان نوصل اللي احنا عايزينه. ادينا رجعنا للصلصة بتاعتنا، غليت واستوت وحاجة جميلة قوي. هنعمل الإضافة التانية اللي هي عندنا المية دي اللي أنا قلت لكم إن إحنا واخدينها من ناتج غلية الطماطم البنجراية اللي إحنا حطينا كانت محطوطة على الطماطم عشان تدينا اللون الأحمر ده. عندنا 3 معالق نشا هنحطهم على المية دي ونقلبهم كويس عشان نحاول نربط الصلصة كويس تبقى كريمة زي ما بيقولوا عليها على البطرمانات بتاعتهم، يقول لك معجون الصلصة. هي دي معجون الصلصة بس بطريقة طبيعية جدا، مفيش فيها أي حاجة مضرة. والمواد الحافظة بتاعتنا اللي هنحطها هم 3 معالق سكر ومعلقة كبيرة ملح ليمون جاهزين عندنا. نقولهم لي من فضلك.
ادي 3 معالق سكر، والمعلقه اللي هي على جنب دي معلقه ملح الليمون. هننزل بيهم على الصلصه كده، هننزل بيهم على الصلصه كده قبل ما نحط المعلقتين النشا، 3 معالق نشا، عشان ناخد. ويعني انتوا هتدمنوها، هتبطلوا تجيبوا صلصة من الشارع تاني. شايفين الصلصة وجمالها عاملة ازاي؟ اهي هي عموما تقيلة لوحدها، بس احنا بنربطها سنة صغيرة كمان عشان دايما الحاجة البراني بتبقى حلوة، فاحنا هنخليها حلوة زي الحاجة البراني واحلى كمان. ده بنقلب النشا بس كويس كده، بندوبه كويس. هو على فكرة 3 معالق مش كتير، يعني حاجة بسيطة قوي بالنسبة لكمية الصلصة دي. وشايفين عملنا حلة قد ايه، تعمل فوق ال20 برطمان. دلوقتي البرطمان ما بيقلش عن 20 جنيه، ما بيقلش عن ال20 جنيه. احنا ب50 ولا 60 جنيه عملنا كمية صلصة رهيبة، كمية صلصة رهيبة ملهاش حل. هنبدأ ننزل زي ما احنا بنعمل كده، ننزل مع التقليب، بننزل بالنشا مع التقليب. عشان ناخد أجمل وأحلى صلصة في التاريخ. دي على فكرة الصلصة دي بقى كده مش عليكي إلا إنك تعمليها، لأن التست بتاعها حلو جدا جدا. أما تيجوا تعملوا مكرونة، هو يدوب بتحمري التوم وتقومي حاطة عليها كيس الصلصة، وتاكلي أحلى مكرونة في الدنيا وأحلى صلصة في الدنيا. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ يعني صلصة هتكفينا رمضان كله. ده طبعا احنا عاملين مخزنين الفريش، الصلصة الفريش اللي هي الاكلات اللي بتحب طماطم فريش على طول، لكن دي طماطم كده سابقة التجهيز بالشكل الجميل دوت. هنسيبها تبرد شوية ونعبيها في اكياس، نشوف تعمل لنا كام كيس ونجيلكوا تاني. وبكررها تاني بقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان تاخدوا الحاجات الجميلة دي، عشان اجيب لكم الحاجات الجميلة دي. الاشتراك في القناة والمشاهدات والمشاركات علشان نعرف كل الناس وكل حبايبكم ونستمر معاكم. ورمضان ان شاء الله كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. رجعنا للصلصة بعد ما تم نضجها. هي بالشكل الجميل ده واللون الفظيع دوت والطعم الأجمل الطبيعي اللي ما فيهوش أي مواد حافظة. وعملنا الكيس ده عشان يبقى الوجبة بتاعتنا، الوجبة اللي هنعملها ونشيلها. غالبا الحلة هتعمل لنا 10 أكياس أو 8 أكياس، يعني أكتر أقل. هتبقى بالحجم ده كده، نقدر نطلعها ونعملها، نشوف الطبخة بتاعتنا اللي عايزين لها صلصة. خدت اكتر مفيش مشاكل، جه على القد مفيش مشاكل، بس حاجة جميلة قوي 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 قوي، وطعم رائع وطبيعي. وان شاء الله تعيشوا لرمضان وبرمضان اللي بعديه، واكون معاكم ونعمل كل ما هو جديد. كل سنة وانتم طيبين تاني بمناسبة الشهر الكريم، ربنا يحل علينا بالخير والبركات. ما تنسوش دعم القناة، ما تنسوش المشاركة، ما تنسوش الشير علشان ننتشر ونكبر. وطبعا بيكم كلكم ربنا يكرمكم، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.